السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد من جوه الحدث. الصحة في المنوفية إلى أين؟ النهاردة موجود على أرض الواقع شخصية محترمة جدا، لسه مستلم من حوالي أسبوع أو 10 أيام وكيل وزارة جديدة. هذا الرجل حتى وقتنا هذا الناس اللي شغالين في الصحة بيقولوا مش عارفين نصل للعقلية اللي الراجل جاي بيها ونوع على ايه وريح على ايه. محدش لحد النهاردة قادر يوصل لداخل هذا الرجل عشان يبدأوا يتعاملوا معاه، لأن أحيانا كان بيجي وكيل وزارة في خلال أسبوع اتعرف كل حاجة عنه، والراجل يبدأ يتعاملوا ويشتغلوا والدنيا تدور والدنيا بتبقى زي الفل. هذا الرجل اللي موجود النهاردة حتى وقتنا هذا كل ما أكلم أي حد يقول لك والله ما نعرف بحره لحد فين. ودي أجمل حاجة النهاردة. حبيت أنزل وأشكر هذا الرجل إن يمكن بالأسلوب اللي حضرتك نازل بيه النهاردة ده تحد من مساوئ كثيرة جدا بتتم من خلال مديرية الصحة ومن خلال المستشفيات العامة والخاصة والوحدات وكل مراكز الطفولة. فيها حاجات كثيرة جدا مفروض ننزل بنفسنا، وهتلاقي يا فندم كوارث هتقابل حضرتك في الأماكن دي. النهاردة أنا شايف الناس القائمين على التمريض في المديرية ولجان التمريض النهاردة الناس دي شغالين بمزاجهم بدون أي رقابة نهائيا. ده عايز يروح المكان ده عشان خاطر فلان ده حبيبنا وديه. النهاردة بقى كل الناس اللي شغالة في الوحدات الصحية كل الناس دي بالمحاسيب، أصحاب المحسوبية هم اللي بدأوا يسيطروا النهاردة على الصحة. السادة القائمين عند حضرتك في المديرية شغالين بالطريقة اللي بتناسبهم هم دون الرجوع لأي حد. شغالين فلان ده حبيبنا عناية الاتنين يا حبيبتي، هوديك تصيفي في الوحدة الفلانية من 8 الصبح للساعة 2 هتخلصي حالك وتروحي بيتك. أما الاقي النهاردة النسبة بقت في الوحدات الصحية بقت قريبة جدا من النسبة في المستشفيات العامة اللي واخده نبطشيات وسهر 24 ساعة. واللي شغالين في الأماكن دي الناس ولاد الغلابة، الناس اللي ما لهمش نائب ولا لهم حد معرفة ولا سلطة يقدر يوديهم وحدة صحية يصيفهم. لما الاقي وحدة صحية ما حدش بيروح يقول لهم حتى سلام عليكم. بتشتغل من 8 أو من 9 للساعة 2 والجنزير يتحط والقفلة، وفيها فوق من 18 طبيب وفوق من 40 ممرضة. يبقى فيه أكيد حاجة غلط، حاجات كثيرة جدا. هننزل بتقرير قادم فيه كل التفاصيل دي وهنعرضها على معاليكم من خلال تقرير هناخده من حضرتك بخصوص هذا الأمر. ونقول الصحة في المنوفية إلى أين سابقا. والنهاردة في وجود معاليكم هنقول الصحة
في المنوفية أيضا إلى أين؟ انتظرونا تقرير قادم، وأي حد عنده مشكلة في الصحة الواتس موجود، ابعتوا لي عليها، لأن قريبا الأسبوع القادم هيكون لنا لقاء مع السيد المحترم وكيل وزارة الصحة الجديد بالمنوفية، هنعرض عليه كل مشاكل أبنائنا وأهالينا. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.